السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن أسباب انخفاض إنتاج البيض في نهاية الصيف، وإزاي حضرتك تضاعف إنتاج البيض في نهاية الصيف عند الدجاج بتاعتك بثلاث خطوات مهمة جدا. الثلاث خطوات دول هما الخطوات الرئيسية اللي من غيرهم مفيش مربي هيقدر يتحصل على انتاجية بيض جيدة في نهاية الصيف. نهاية الصيف يعني احنا داخلين على ايه؟ داخلين على جو حلو، تمام؟ داخلين على جو لطيف بعد نهاية الصيف، تمام؟ بس مش هندخل طبعا على البرد مباشرة، احنا بندخل على في الاول ايه؟ جو حلو كده شوية في الاول متوسط، تمام؟ وبعد كده بنروح للشتاء، تمام؟ فمن المفترض ان احنا بعد الصيف بنتحول الى فصل الخريف، تمام؟ وفصل الخريف ده خطر في موضوع انتاج البيض. قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو، شير للفيديو عشان يوصل لكل المربيين، وطبعا اشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. احنا عارفين كويس قوي انه فصل الخريف اللي بعد فصل الصيف من الفصول الصعبة بالنسبة للطيور، فلذلك انت لازم تركز على بعض التفاصيل اللي هتمنحك استقرار في انتاجية البيض، وهتمنحك انتاج عالي الجودة كذلك. مش مجرد ايه كمية انتاج، لا، انا بكلمك على انتاج عالي الجودة، يعني بيض حجمه كبير، طعمه حلو، مفيد، مؤثر بشكل ايجابي فيك انت كصاحب مشروع، هتكسب من وراه فلوس، يعني فوائد على جميع الجوانب. فلذلك ركز معايا تركيز جيد. اول نقطة هنا بتتعلق بالتغذية. التغذية بتاعة الوقت ده تحديدا لازم تختلف عن اي وقت تاني، لانه الحر بدأ يمشي. الضيق اللي كان بيبقى عند الطائر، الضيق اللي كان بيبقى عند الطائر بسبب الحر بدأ يتلاشى ويختفي، لأن الحر مشي. بدأ يبقى فيه جو خريفي كده لطيف حلو، تمام؟ له برد ولا حر، تلاقيه حر بالنهار ويبدأ يسقع بالليل. فالاختلافات دي كلها بتأثر بشكل مباشر على التغذية بتاعة الطائر، التغذية بتاعة الطائر، تمام؟ فلازم تركز على موضوع ايه؟ موضوع التغذية ده في البداية. واول خطوة معانا في التغذية هي زيادة البروتين المقدم للطائر. 60% من البيضة المكونة اللي بتنزل من الفرخة بيكون بروتين، لذلك انت لازم تزود نسبة البروتين في العلف باستخدام مصادر تانية من البروتين، زي وجبات الصويا، فول الصويا، زي وجبات مسحوق السمك. مسحوق السمك بيبقى فيه نسبة بروتين برضو جيدة جدا. والتغذية مش بس متعلقة بالبروتين، لا، التغذية كذلك متعلقة بتوفير الكالسيوم. البيضة بتحتاج إلى 2 جرام من الكالسيوم، تمام؟ بتقدم مصادر غنية بالكالسيوم زي صدف المحار المطحون أو قشر البيض المطحون، وكل التفاصيل اللي هي يعني بتبقى فيها كالسيوم، او الاكلات اللي فيها كالسيوم لازم تركز عليها علشان حضرتك توصل لصحة جيدة وانتاج جيد. كذلك برضو لازم تساعد على ايه؟ تساعد على الامتصاص، تساعد الطيور بتاعتها على امتصاص الطعام. لازم نضيف الخل الابيض الى مية الشرب، 10 ملي لكل لتر ميه، 10 ملي لكل لتر ميه، لان ميه الشرب فعلا هيبقى فيها اضافه كبيره جدا علشان خاطر تقاوم الاجهاد الحراري، لان الفتره دي بيكون فيها اجهاد حراري من نوع صعب جدا. فتره الخريف دي بيكون فيها اجهاد حراري من نوع صعب جدا جدا جدا، اللي هو بيبقى حر بالنهار وبالليل الجو بيسقع وبيبرد، فالطائر بيجيله برد فبيتعب. فلازم يبقى فيه خل بقى، خل ابيض في ميه الشرب، 10 ملي لكل لتر ميه. ده بيكون حلو جدا وايجابي في تحسين انتاجيه البيض، تمام؟ ولتحسين امتصاص الكالسيوم والمعادن المختلفه.
تعال نروح بقى للبيئة. خلصنا التغذية، تعال نروح لأسرار البيئة المثالية. أول شيء في البيئة لازم نوفر تهوية جيدة. نتأكد من وجود تهوية جيدة في الحظيرة باستخدام مراوح لو تقدر، نوافذ. تمام، نوافذ على قد مساحة العشة، على قد مساحة المكان اللي الطائر عايش فيه. يعني لو العشة مثلا صغيرة كده، وممكن شباك يدخل هواء مواجه للهواء، وشباك يخرج هواء في الاتجاه التاني على طول. فكده انت بتضمن ايه؟ بتضمن ان الهواء بيدخل وبيجدد الاكسجين جوه الحظيرة. تمام، وبعد كده بيطلع تاني. تمام. برضو البيئة المثالية متعلقة بالمية الباردة في الحر. في النهار مية باردة، حتى واحنا داخلين على الخريف. واحنا داخلين على الخريف. تمام. بالنهار بيبقى حر، بالليل بتبدأ تقدم مية عادية، لكن بالنهار في الحر تقدم مية باردة عادي جدا. برضو من ضمن جوانب البيئة المثالية توفير الظلال. برضو ما ينفعش ان انت تعرض الطيور بتاعتك لشمس مباشرة بأي حال من الأحوال. مش تقول انه خلاص الصيف خلص، لا. الشمس بتاعت الخريف صعبة وممكن تصيب الطيور بتاعتك بإجهاد حراري. كل التفاصيل دي انت لو ما فكرتش فيها، تمام، وما عالجتهاش وما تعاملتش معاها، الطيور بتاعتك هتخسر كتير جدا جدا جدا. الطيور بتاعتك هتخسر كتير وصحتها هتخسر كتير، وانت كصاحب مشروع في النهاية هتلاقي انتاجية البيض عندك في النهاية مش موجودة، مفيش انتاج بيض اصلا. تمام. فانت هنا بتوفر بيئة مثالية من جميع النواحي. تمام. تعال اقول لك بقى على حاجة تتعلق بالبيئة وفي نفس الوقت ما تتعلقش بالبيئة، وهي الإضاءة الإضافية. لازم حضرتك تبدأ تستعد لتعويض ساعات النهار. لازم يكون في إضاءة إضافية. الفرخة بتحتاج من 14 ل 16 ساعة من الإضاءة يوميا علشان تنتج بيض. لازم حضرتك تستخدم الإضاءة الصناعية. أول ما تلاقي إن الشمس بتغيب بسرعة، بدأت الشمس تغيب بسرعة، لازم حضرتك تسارع في جلب إضاءة صناعية. لازم حضرتك تسارع في شراء مصابيح لجعل المكان مضيئا لفترة أطول عشان الشمس غابت بدري. لو ما عملتش كده النشاط هيقل بسبب إن الأكل قل، صحة الطيور هتقل، الإنتاج هيقل، المشروع بتاعك هيخسر. فلازم يبقى فيه إضاءة جيدة تحافظ على الإنتاجية وتحافظ على نشاط الطيور أطول فترة ممكنة. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. اشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.